السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. تعالوا بينا النهاردة نعمل مع بعض المشبك السوري المقرمش. شايفين الجمال؟ شايفين من جوه عامل ازاي؟ طبعا باين جدا ان هو مقرمش من بره وطري من جوه وشارب كل العسل بتاعه. بصوا الجمال، بجد حلو قوي قوي. طعمه هياخدكم كده في حتة تانية خالص. ده غير شكله وسهولته، وكمان مقاديره اقتصادية جدا، مش مكلف خالص، وما بياخدش اي وقت وسريع. طعمه كده يحسسك انك بتاخدي يعني ميكس كده ما بين بلح الشام وصوابع زينب. هتحسي ان انت بتاكلي الاتنين مع بعض، يعني اتنين في واحد كده زي ما بيقولوا. بجد حلو قوي، وان شاء الله باذن الله يعجبكم، وان شاء الله يكون ناجح معاكم من اول مره. وتعالوا بينا كده نشوف احنا عملنا ازاي. اول حاجه هبتدي بيها وهي الشربات، علشان احنا عايزينه يكون بارد معانا. هحط كوبايتين من السكر، وبنفس الكوبايه هعاير كوبايه وربع من الميه. معلقة كبيرة كده من عسل الجلوكوز، ولو ما عندكيش عسل جلوكوز، يبقى هتحطي كوباية ونص من المية. العسل الجلوكوز هنا فايدته ان هو بيظبط القوام بتاع الشربات، وكمان بيدي لمعة حلوة كده للحلويات. حوالي معلقة صغيرة كده من عصير الليمون. انا بوريكم ان انا ما عصرتش نص الليمونة كلها. على نار متوسطة كده هحطه، ومش هقلبه خالص ولا هاجي جنبه. واول ما بيغلي بالظبط 8 دقايق وهطفي عليه، يبقى هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هفضيه بقى كده في حاجة وهركنه على جنب يبرد معايا لحد ما احضر بقية المكونات اللي انا شلتها دي بذرة ليمونة. حضرت بقى هنا معايا نص كيلو من السميد متوسط الحبة، يعني لا هو خشن قوي ولا هو ناعم قوي. حطيت عليهم نص كوباية من الدقيق الابيض، معلقة كبيرة من السكر الحبيبات، اقل من ربع معلقة ملح، وهحط كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وهنا بقى يعني عشان اعزز الطعم شوية هحط معلقتين كبار من الحليب البودرة، ولو مش متوفر عندك تقدري تستغني عنه، هو بس زي ما قلت لكم بيعزز الطعم شوية. هقلب بقى المكونات الجافة دي كويس مع بعضيها لحد ما كل حاجة تمتزج كده مع بعضيها. وبعد كده معايا هنا ربع كوباية من الزيت، ويفضل انه يكون زيت يعني جودته كويسة، ما يكونش يعني ولا ليه طعم ولا ريحة. هبس بقى كده المكونات كلها مع الزيت كويس جدا لحد ما يعني المكونات كلها كده تبقى معايا عاملة زي حبيبات الرمل المبلولة زي ما انتوا شايفينها كده. طالما بقى في خميرة يبقى هنحط المية لازم تكون دافية. حطيت كوباية، وهجيب الكوباية التانية هحط نصها بس دلوقتي، واقلب لحد ما اشوف الدقيق هياخد معايا، هيحتاج معايا تاني ولا لا. مش هحط كوبايتين كلهم مرة واحدة، ومش عايزين نبالغ قوي في التقليب علشان العجينة ما تنشفش معانا. هحط كوباية كده على مرتين، بقية النص التاني على مرتين. علشان طبعا كل دقيق بيختلف، يعني كل دقيق بيختلف عن غيره في الشرب والسوائل. ما ينفعش احط الكوبايتين كلهم مره واحده واحس ان العجينه سالت معايا قوي او خفت قوي. تمام كده، ده كده القوام اللي احنا عايزينه. هغطيها بقى واسيبها كده لمده نص ساعه، مش اكتر من كده. ده في الشتاء، لكن لو في الصيف هي ربع ساعه بس كفايه. هغطيها بقى واركنها مده نص ساعه، وبعد كده نرجع لها تاني. بعد ما عدى عليها نص ساعة، هي الحجم بتاعها حجم العجينة مش بيزيد قوي، هو نص ساعة وما تكتريش عن كده. هفتح بقى عليها وهقلبها كده اخرج منها الهواء، وبرضو مش هنبالغ في التقليب، يا دوبك بس اخرج الهواء منها. بص هو كده هو كده يعني خمر، يعني الحجم بتاعه مش بيزيد. وكمان بنلاحظ ان السمك بتاعه تقل شوية، ما بقاش سايل قوي زي الاول. هنا بقى بوريكم القمع اللي انا اشتغلت بيه، اللي هو المشرشر، اللي احنا بنعمل بيه بلح الشام. جبت بقى القرطاس الحلواني، وهبتدي كده احط نص الكمية فيه. طبعا مش شرط خالص ان انت تشتغلي بنفس القرطاس دوت، ممكن تعملي بكيس تلاجة عادي، او بالكيس الحلواني اللي هو البلاستيك اللي هو بيتباع، اللي هو الاستخدام الواحد ده، بيبقى محمل شوية. عامة العجينة خفيفة جدا، ومن غير ما تدوسي عليها تنزل لوحدها. بصوا انا مجرد ما بحط بس هي نزلت اهي لوحدها. حضرت بقى معايا هنا الزيت. طبعا الزيت مش هنكتر الكمية قوي عشان ما تفضلش العجينة تلف معانا وتغلبنا. كمية كده متوسطة، وكمان السخونية بتاعت الزيت تكون متوسطة، لا هو سخن قوي ولا هو بارد قوي. وهبتدي كده ألفها بطريقة كده دائرية أو حلزونية زي ما انتوا شايفين. ممكن أعمل واحدة كمان. أنا عملته كده بحجم متوسط، تقدري تصغري أو تكبري زي ما تحبي.
سهل جدا وبينزل من القرطاس بكل سهولة. اهم حاجة بقى ان طول اول ما تحطيها كده ما تجيش جنبها خالص، لان العجينة بتبقى حساسة جدا جدا. تخلي بالك من الموضوع دوت، ما تقلبيهاش الا لما تاخد لون من الناحية التانية، وبعد كده تقلبيها. لو لسه ما خدتش معاكي لون تفضلي تقلبي فيها كده شمال ويمين لحد ما تاخد اللون المطلوب. وهي سخنة كده باخدها وبحطها على طول في الشربات البارد اللي احنا كنا عاملينه. اول واحدة بس كده بتبقى بتتعرف على الزيت وسخونية الزيت، بعد كده بتلاقي الدنيا اتظبطت معاكي. هنا عملت واحدة اكبر شوية، فقلت خلاص مش هعمل واحدة تانية جنبها عشان ما يلزقوش في بعض. اللي في الشربات دي بتقعد قد ايه؟ مجرد بس اللي في الزيت ما تحمر واقلبها، بطلع اللي في الشربات على طول. بصوا بالراحة خالص كده، وبنقلبها على الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين لسه مش واخدة اللون الحلو قوي، عشان كده بسيبها شوية كده وبعد كده برجع اقلبها تاني. يعني هفضل اقلب فيها كده شمال ويمين. هي مجرد ما خدت لون بتتماسك معاكي وبتبقى، يعني التقليب بتاعها بيكون سهل، ما تقلقيش. بفضل اقلبها كده لحد ما تاخد اللون المطلوب. طلعها على طول وهي سخنة واحطها في الشربات البارد. النار بتاعت الزيت تكون متوسطة يا جماعة، عشان ما تقولوش ان انا ما قلتش. اهي. وهكذا بقى، وبفضل اعمل كده لحد ما بخلص كل الكمية. تعالوا بقى شوفوا لي الجمال والحلاوة والطعم، بجد حلو قوي قوي قوي. شايفين شكله حتى كده يفتح النفس. بسم الله ما شاء الله، بجد النتيجة روعة جدا جدا جدا. لو عملتيه من أول مرة هينجح معاكي. المقادير كلها بسم الله ما شاء الله مظبوطة، وطريقته سهلة قوي وبجد اقتصادي، يعني مش مكلف. يعني ممكن لو قمتي حالا دلوقتي هتعمليه. كل الحكاية نص كيلو من السميد بس اللي هتشتريه، وبقية المكونات إن شاء الله موجودة عندنا في البيت. بصوا كده. طبعا هو شكله جدا باين ان هو مقرمش من بره، مش ناشف. هو واخد سنة قرمشة حلوة قوي، وكمان طري من جوه. والطعم بتاعه خطير، حاجة كده بجد لذيذة جدا. ده غير شكله بقى اللي ممكن يشرفك قدام ضيوفك. على فكرة والله هو ده لونه، انا مش مفلترة ولا حاجة. هو ده لونه بجد واخد اللون الذهبي الحلو قوي. جربوه ان شاء الله بإذن الله هيعجبكم. واتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت لو استفدتم من الفيديو تفيدوني انا كمان بلايك وكومنت حلو كده منكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.